السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مامة مودي ودي قناتي مطبخ مامة مودي. ما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو، ولو مرة تشوفني اعمل اشتراك. النهارده هنعمل حاجة كده جبارة، فطيرة من غير عجن ولا دقيق ولا اي حاجة. انا عملتها معاكم قبل كده، النهارده بعملها بطريقة تانية وبحشوة جديدة بجد تحفة. فطيرة في منتهى الجمال. تعالوا نشوف بقى نعملها ازاي مع بعض. اولا بقى كده معانا لفة جلاش حلوة كده، تكون بقى عندك في الفريزر مركونة، اي حاجة جديدة برضو ما تضرش. هنقطعها زي ما انت شايفة كده. بجد الفطيرة دي حلوة جدا وسهلة وسريعة وخطيرة، هتجربوها وفي ناس اكيد جربتها كتير. بجد فظيعة، واي حشوة عندك بتحطيه فيها بتبقى زي الفل. النهاردة هنعملها باللحمة المفرومة كده. انا هقعد افككها كلها من بعضها كده واعصج لها بقى اللحمة بتاعتي. اي مادة دهنية عندك بقى على النار وبتنزلي فيها باللحمة. انا دي طريقتي في تعصيج اللحمة الصراحة. مش بنزل البصل الاول، بنزل اللحمة الاول بديها صدمة، وما برضاش اقلبها غير لما بتاخد لون. وبعد كده بكون بشره البصل، انزله عليها بقى البصل، وابدا بقى اشوحها في البصل كده واشم ريحة البصل. ابدا اضيف التوابل. بجد الطريقة دي في تعصيج اللحمة تحفة. انا بعصج اللحمة كده للبشاميل وكل حاجة، بس البشاميل طبعا ليه تكات تانية. هبدا اضيف بقى حبه كمون، حبه كزبره، فلفل اسود، السبع بهارات، رشه جوز الطيب، بهارات لحمه، البهارات اللي انت حباها. مع ان اللحمه فعلا ما بتحبش غير الفلفل الاسود والملح، برضو بيبقى منكهها تحفه. بس احنا اللي بنحب نضيف توابل بقى، اللي بيحب البهارات في الاكل. حبه بابريكا بقى، حبه صغيره حبهان مطحون، حبه لورا مطحون، ورق لورا بطحن ورق لورا على حبهان وبحطه في الحاجه بيبهرها، بيبقى حلو قوي، بس بتحطي سنه بسيطه. وابدا بقى، وطبعا ظبطي الملح، وابدا بقى اقلب الحاجات دي كلها لغايه ما تستوي واعرف ان البصل استوى مع اللحمه. تمام. هبدا بقى دي التكات دي بقى زياده، وحدات فلفل اخضر على الوان اللي موجود عندك، واللي حابب يحط فلفل حامي يحط. وابدا بقى اقطعه. بجد الفلفل الالوان بيديه طعم حلو قوي للعصاج. وفي الاخر لما، وبالذات لما بيتحط في الاخر، بيفضل كده بحالها، يعني مش بتدبل قوي، فبيبقى طعمها السكره اللي بتبقى فيه دي بتبقى طعمها تحفه. قطعي بقى اي فلفل عندك، واللي حابب طبعا فلفل حامي يقطع. انا كده سايبه العصاج على النار بيستوي في البصل. بجد العصاج بكده طريقته كده حلوه قوي. انا بحبها الطريقه دي. ما بحبش احط البصل الاول، ريحته بتطلع، بحس ان البصل مش عارفه، هي اذواق يعني. نضيف بقى الفلفل الالوان ونديله تقليبه كده، ونسيبه حبه بسيطه على النار، يعني يبدا بس يدبل كده مش يستوي. تمام كده خلصنا. تعالوا نشوف بقى نعمل ايه في الجلاش. اي قالب عندك، وهندهنه بقى زيت زبده لو تحبي، بس الزيت بيبقى حلو عشان بيخليه الحاجه تخلص بسرعه، الفطيره تطلع بسهوله يعني. ننزل بنص كميه الجلاش اللي احنا قطعناه. تمام. وتقعدي بقى تسويه كده كويس. وبعدين هنضيف العصاج بتاعنا. طبعا كانت كميه كبيره كتير على الصينيه واحده، فشلت منها جزء كده، عملته طواجن الصراحه. تبداي بقى توزعي العصاج بتاعك. لو عندك جبن بقى حابه تضيفيها تمام، مش حابه تضيفي خلاص، يعني الحاجات دي التكات دي تكات زياده، لكن جبنه على الوش دي بتبقى تحفه. وابدا بقى اضيف بقيه الجلاش. بجد الجلاش ده والله يا جماعه يعني عن تجربه حلو جدا. فطيره بتطلع كانها بالعجين. الجلاش ده بيتمحي خالص، كانك كنت عاجنه فطيره وعملتيها. سوي بقى وش الجلاش بتاعك، نركنه بقى على جنب. وتعالي نجهز بقى التشريبه بتاعته. التشريبه ايه بقى؟ بيضايه عليها بقى حبه فلفل اسود، حبه ملح، ونضربها كويس قبل ما نضيف عليها اللبن. حابه تضيفي معلقه قشطه تمام، معلقه زبادي برضو تمام. ودي بقى سمنه بلدي، حابه تحطي زيت تمام، سمنه بلدي على زيت اللي يريحك، بس السمنه بلدي بتفرق في الطعم جدا. وابداي بقى تشربي بيها الجلاش بتاعك. طبعا مولعه الفرن على درجه حراره 180، بتبقى 200 الاول وبعد كده بنزلها ل 180 على الشبكه اللي في النص، على الرف اللي في النص. طبعا تشربيها كده وتحاولي توصلي التشريبه لكل الجلاش بتاعك. وبعد كده على الوش بقى كده جبنه بقى موتزاريلا، جبنه رومي، شيدر، اللي انت حابه تحطيه، بس الموتزاريلا هو اللي بيبقى تحفه على الوش، كانها واخده وش بيتزا. كميه الجبنه بقى على حسب انت ما تحبي.
بعدين بقى بتدخليها الفرن، بجد حلوة قوي. انا عجبتني وعجبت الولاد جدا. تمام، شايفين منظرها؟ اللي عايز يزود اللون عن كده براحته، بجد تحفه. وعلى فكره الحمد لله يعني ما شاء الله عندي الفرن مش محتاجه الشوايه، يعني حطيت على الرف اللي في النص استوت من تحت وخدت وش. اللي طبعا عنده الفرن ما بيديش وش يعني مجرد ما تلون من تحت يبدا يقفل ويفتح الشوايه. بجد طعمها رهيب. العصاج طعمه بالطريقه دي حلو قوي. الجلاش كانك عجنه فطيره، حاجه واو بجد. جربوها بطريقتي دي وفعلا هتعجبكم قوي. شايفين لونها من تحت عامل ازاي؟ حاجه بجد فظيعه. مش اوفر انا والله، بس بجد عجبتني قوي، فحبكم تجربوها. جربوها وقولوا لي رايكم. شايفينها عامله ازاي؟ سخنه، مش عارفه امسكها لسه، بتطلع البخار بتاعها. بجد رهيب. شايفين لونها من تحت عامل ازاي؟ جربوها وقولوا لي رايكم. يلا بقى، سلام عليكم.